السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي، قناة مطبخ نسمة القاضي. أتمنى لو عجبكم الفيديو تدوسولي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. النهاردة يا حبايبي هنعمل كيكة البرتقال. عملت كيكة البرتقال عشان عيد الأم. كل بنت كده حبيبتي تعمل صينية كيكة وتروح تعيد على والدتها، وأتمنى تدعو لوالدتي بالرحمة والمغفرة، والوالدي ربنا يديله الصحة ويبارك في عمره. انا عامله كده صينيه كبيره عشان لمة العيله. هنا معايا كوبايه المعياريه. هعرفكم على الكوبايات اللي عندي في البيت. هنا الكوبايه قد كوبايه الجبنه، قد المج اللي في كل بيت، كلهم معيار واحد. التلاتة معيار واحد، مفيش فرق بينهم. التلاتة هما معيار واحد التلاتة. وهنا بقى اعرفكم الفرشه. عندي فرشه للحلويات لوحدها بالمعلقه بتاعتها. كده بقى اخليهم للحلويات بس، ادهن الصينيه بالفرشه والمعلقه اقلب بيها الحلويات بس. عشان كده هم شكلهم جديد، مش يعني بيبقوا جداد، لان اللي بيتحطوا على النار يعني بيغيروا شكلهم، وريحتهم بتبقى فيها ريحه الاكل وما بتبقاش. هنا ديت بص بعرفكم، بصوا دي قديمة عندي وانا جددت بدلها بقى، يعني غيرت مكانها واحدة دي جديدة جبتها بدلها عشان دي اتكسرت خلاص باظت. ودي فرشة بقى عشان تدهني بيها الطيور، فراخ، بط، اي حاجة تدهني بيها الحاجة اللي تدهني على وشها وتدخليها الفرن. انما بصوا في الطبيخ بقول لكم ان هي بتغير شكل المعالق خالص، وبتبقى ليها ريحة ما بتنضفش برضو، مهما تعملي فيها ما بتنضفش ريحتها، برضو ريحتها ما بتطلعش وهي المعلقة لونها بيغمق كده. دولت عندي بستخدمهم للأكل والطبيخ، ودولت بقى للحلويات، ما بحطهمش في أي حاجة لألا الحلويات بس. هنا بقى نقول مقادير الكيكة. معانا كوباية برتقان، كوباية زيت يكون ذرة أو زيت يكون نوع نضيف، كوباية زبادي، معلقتين خل، 2 كوباية سكر نفس المعيار، 6 بيضات، فانيليا معلقة صغيرة. هنا معلقة ونص بيكنج باودر كبيرة. وهنا بقى نص كيلو دقيق، وقلبت عليه معلقتين نشا مساح بس، ما تكتريش نشا عن كده عشان ما تنشفش منك. وهنا رشة ملح. هنقلبه بقى مع بعض، رشة الملح ومعلقتين النشا ونص كيلو دقيق. هنجيب الخلاط بقى نحط المكونات كلها على بعض. هنا البيض، هنحط كل حاجة على بعض ونضربها. وممكن تحط برضو بدل الزبادي كوبايتين برتقان، وممكن برضو بدل كوباية الزبادي تحط كوباية سفن. ما بحطش فانتا عشان لونها بيبقى غامق يغمق الكيكة، انما السفن بيخلي برضو الكيكة لونها اصفر وحلو. هنا بنحط المقادير كلها على بعض وهنضربها بقى في الخلاط. معلقتين الخل اهو، والفانيليا. نحط المقادير كلها مع بعضها ونضربها في الخلاط. هنا الزبادي، حطينا الزبادي وبوريكم الزبادي عاملاه في الكوبايه الكبيره اللي بعير بيها للكيكه، عشان تعرفي ان اي كوبايه تنفع في الزبادي. انا عاملاه معاكم واي كوبايه عندك تعملي بيها. هنا ضربنا بقى الخليط كله في الخلاط وبنصفيه، شوف اصفر وحلو ازاي. هنفضيه في بوله، نفضيه كويس بقى، ونقلب البيكنج باودر على الدقيق على النشا على كله، وننزل واحده واحده بالراحه كده. بص ايد تقلب وايد تنزل الدقيق، ايد مع التقليب. مضرب بقى سلك، مضرب كهربا، زي ما انت عايزه. انا بعمل بمضرب السلك المتاح في كل البيوت اهو زي ما انتوا شايفين. هي قوامها كده جميل وهتبقى حلوه وهشه وخفيفه وجميله. هنفضيها بقى في الصينيه. هنا انا بنضف المضرب كويس من العجين عشان ميبقاش فيه عجين. هنا بقى نحط نقطة سمنة، زيت، اي حاجة عندك تدهني. بصي نقطة بسيطة عشان ما تدهنيش كتير وتاخد دقيق منك كتير. رشة بسيطة كده دقيق عليها بسيطة خالص عشان ما تبقاش من تحت يعني عاملة طبقة طرية كده ومش حلوة. هنا هي رشة بسيطة خالص دقيق. وهننزل بقى خليط الكيكة كله في الصينية.
هنرفع ايدينا فوق واحنا بنبص عبال ما دهنا البيكنج باودر اشتغل. انا بقول لكم بصوا البيكنج باودر عامل فقاقيع في الكيكه ازاي. هنفضيه بقى ونرفع ايدينا خالص من الصينيه. هي دي صينيه 30 في 40 عشان انا عاملاها زي ما قلت لكم صينيه كيكه كبيره عشان لمه العيله. ترفعي ايدك كده تدخلي فيها هوا وانت بتنزليها بالراحه. بصي نازله عجينه مظبوطه جدا وطعمها روعه. نفضي العجين كله ونلم العجين كله من البوله كده. هنفرش حاجه على الرخامه ونشيل الصينيه ندب فيها كده ونسيبها بقى على جنب ونولع الفرن 5 دقايق بس مش اكتر على نار متوسطه وندخلها على الرف الوسطاني. وكده طلعت معانا قعدت ساعه الا ربع في الفرن. بصوا السوا. هتحطي صباعك ولا خله ولا سكينه. هتحطي صوابعك على الكيكه. لو صوابعك علمت يبقى لسه نيه. لو ما صوابعك حطيتي صباعك ورجع تاني يبقى كده خلاص استوت تمام. وهنا بنخرطها اهو بقى واوريكم شكلها. تخرطي الكيكه بسكينه تكون سلاحها ضعيف عشان ما تخربش حروفها. هنا كده خرطناها. بصوا هي هنا كده اتخرطت خلاص. وهنا بصوا بوريكم زي السفنج بالظبط. بصوا زي السفنج بالظبط جميلة وتحفة وطعمها جميل. وبقول لكل ام كل سنة وهي طيبة وبدعي الام بالرحمة والمغفرة. عيدها في الجنة ان شاء الله. اسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.